هذه الفقرة برعاية منظمة شار للتنمية ضمن نشاطات مشروع شيان. من جديد يسعد صباحكم مستمعينا عبر موجة 103.5 ومتابعينا عبر صفحة الفيسبوك بوير عربي. وصلنا للفقرة الحوارية بفقرات عطر الصباح، وفقرتنا الحوارية معنا اليوم بالاستوديو الضيف الأستاذ محمد عبد العزيز خلف، نائب الرئيس المشترك لهيئة الصحة في إقليم الجزيرة. بداية صباح الخير أستاذ محمد. صباح الخير، يسعد صباحكم. بداية لو تتحدث لنا عن آخر المستجدات فيما يتعلق بأعداد الإصابات بفيروس كورونا كوفيد-19 والشفاء والوفاة في مناطق الإدارة الذاتية. بداية نرحب بإذاعة بوير. الإصابات في الآونة الأخيرة كثرت بشكل ملحوظ. عدد الإصابات خلال 24 ساعة الماضية تقريبا الرقم قرب من 2000 حالة، يعني بالضبط 1998 إصابة. الشفاء 500 تقريبا 13. الوفيات 71 في شمال وشرق سوريا. تشهد مناطق شمال وشرق سوريا تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات بفيروس كورونا مقارنة بالمرحلة الأولى التي لم تشهد سوى تسجيل أعداد قليلة جدا. أهم الأسباب برأيك؟ الأسباب قريبة وأسباب بعيدة. يعني بداية لم ينتشر بشكل كبير في سوريا، فالإصابة الأولى كانت حوالي يعني بمناطق شرق الفرات، كانت بتقريبا شهر نيسان. يعني الانتشار كان خفيف وقليل يعني، ومضينا فترة من الزمن على نتائج الPCR، وكانت حوالي 88 حالة سلبية. فالاستراحة اللي أخذناها بعد الحظر تقريبا كانت 3 أشهر، ما يتجاوز 3 أشهر. بعد 3 أشهر يعني طبعا الحدود لم تكن مغلقة، المعابر لم تكن مغلقة بشكل نهائي، فتوافدت أعداد من خارج المحافظة وانتشر المرض بشكل كبير. يعني أيضا لو نتحدث عن أهم الإجراءات التي تتخذها هيئة الصحة في ظل انتشار الوباء في مناطقها. يعني الإجراءات في كل مرة نتخذ بعض الإجراءات والتدابير حسب انتشار المرض أو حسب هدوئه. يعني فبالمرحلة الأولى التدابير كانت حذر كامل، ثم حذر جزئي، ثم حذر كامل، مثلنا مثل بقية العالم. يعني كنا نتماشى مع الحالة. يعني فالإجراءات يعني في ظل حظر الجزئي حتى كنا نتعرض في بعض الفترات لانتقادات أنه كيف تاخذوا الحجر الحظر الجزئي مساء قليل وصباحا أو كثير المرض. يعني لا، كانت يعني فترات المساء هي الفترات اللي كانت الناس تجتمع كثيرا وتلتقي كثيرا، مثل ما تقول جلسات الاحتفالات والكذا كله كان مساء، ولذلك كنا نأخذ الحظر مساء. إذن هنا السؤال، بناء على ماذا يتم اتخاذ قرارات فرض الحظر أو رفعه كونكم أنتم الجهة المعنية بالأمر؟ كما أسلفت لك، يعني نحن عندما بداية المرحلة الثانية عندما كثرت الحالات فأخذنا الحظر الكامل. والحظر الكامل ممكن في أي وقت نتخذ هذا القرار، لكون الحظر كان يمتد ل 14 يوم. 14 يوم إذا كانت الإصابات موجودة فتنتهي هذه الإصابات ويخف الأعداد. يعني فعندما كنا نلاحظ تزيد الأعداد فكنا نأخذ قرار بالحظر. فكل فترة مدة الشفاء كنا نأخذها كأساس. يعني بناء على مدة الشفاء. أعلنت الإدارة رفع الحظر الكلي في 28 من آب أغسطس الفائت مع الالتزام التام بالقواعد الصحية والتباعد الاجتماعي. برأيك هل لهذا القرار تأثير على ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس في مناطقنا؟
أكيد لا، لأنه اتخذ هذا القرار بناء بعد انتشار الفيروس يعني. مهم. بداية شكلنا خلايا، خلية أزمة. لا ليس خلية أزمة، مهم. شكلنا فرق يعني لمتابعة المخالطين. مهم. فعندما رأينا أن الأعداد تجاوزت 200، فهنا لا داعي لفريق المخالطين، لأنه الأعداد تجاوزت الحد المسموح فيه. هلا في ضمن قرية صغيرة ممكن تتابع المخالطين، عندما ينتشر مرض ما عاد فيك تتابع المخالطين. فقمنا بتشكيل فريق لمتابعة المصابين وأخذ العينات والمسحات منهم. إذا هنا أليس من الضرورة التشديد في فرض إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشار الفيروس الذي أصبح يتوسع بشكل كبير؟ نحن يعني كثيرا ما نقف مكتوفي لإيدي في هذه الحالات، لكون الضغوطات الاجتماعية، العادات والتقاليد. هناك أناس يعتمدون على الجهد اليومي يعملون، هناك كثير من الفلاحين يذهبون إلى فلاحتهم، هناك المدارس قربت على الأبواب. يعني هناك ضغوطات تحت الضغوطات، وتحت حالة ما يسمى بالتعايش مع المرض يعني. اتخذ على هذا الأساس القرار. إذا هنا سنتحدث عن قدوم فصل الشتاء، فصل الأمراض والإنفلونزا. أهم ما يتم العمل عليه من تدابير بشأن قدوم فصل الشتاء وانتشار الفيروس فيه بشكل كبير. هلا كما قلت لك، عندما ينتشر المرض بهذا الشكل وأصبحنا نتعايش معه بشكل اعتيادي يعني. سابقا عندما كنت تسمع بإصابة فكان الناس يخافون كثيرا ويرتعبون منه. الآن ترى الناس اعتادوا عليه يعني. فالتدابير، الإجراءات اللي نتمنى من الناس أن يتخذوه هو لبس الكمامة، هو التباعد الاجتماعي، هو التعويد على العادات والتقاليد، غسل اليدين، النظافة. يعني أنا دخلت هذا المكان، أخرج من هذا المكان أغسل يدي قبل ما ألمس وجهي أو عيني أو أي شغلة. فالإجراءات الرئيسية اللي ممكن تحمي الإنسان هي غسل اليدين، لبس الكمامة، التباعد الاجتماعي. في كل دول العالم هلا هذه الإجراءات هي السارية وهي الدارجة. إذن وصلنا إلى فاصل صغير ونعود لنكمل الفقرة الحوارية. هذه الفقرة برعاية منظمة شار للتنمية ضمن نشاطات مشروع شيان. عن جديد أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومتابعينا. أستاذ محمد، أود أن أسألك، هل أجهزة الفحص الPCR وأيضا المستلزمات الطبية الأخرى متوفرة بشكل كافي في المنطقة؟ نعم، أنا أقول بشكل كافي، ونحن حصرنا هذا الشيء بمكان واحد من أجل التوخي، الحذر، من أجل الإحصاء ومن أجل الدقة ومن أجل نشر المعلومة، وحصرناها في جهة واحدة. الآن في مركز الPCR بالقامشلي يعمل جهازين، وإلى الآن هما يكفيان لتغطية المنطقة.
الكثير تحدث بأن تحليل جهاز الPCR تحدث فيه أخطاء كثيرة. مثلا هناك أشخاص كانت نتيجتهم عبر جهاز الPCR هي إيجابية، بينما هم كانوا غير مصابين بكورونا. كيف تردون بشأن ذلك؟ آه، أنا أقول جهاز الPCR هو بالنهاية مخبر تحليل يعني. مهم. فالخطأ ليس في الجهاز ولا في العمل، الخطأ إنما توزع على فترات مراحل. أخذ العينة المسحة هي ممكن تحدث فيها خطأ. هلا المسحة اللي تؤخذ من الحلق نسبتها 60%، اللي تؤخذ من الأنف 70%، اللي تؤخذ من الصدر 99%. فأخذ مسحة لها دور، وكذلك حفظ المسحة مهم. لها دور، وكذلك العمل على جهاز الPCR له دور. لكن نسبة الخطأ في هذا الجهاز وارد، ولكن لا يتجاوز من 0 ل1%. مهم. تعاني هيئة الصحة في الإدارة الذاتية من صعوبات كثيرة. كيف تتم التدابير والحصول على الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية تحديدا في زمن كورونا؟ عموما استندارات عالمية بالنسبة للعلاج والأدوية. أطباء صدرية هم يتكيفون بهذه الحالة مهم. وهم يطلبون، لكن هناك بعض الأدوية ينقصنا ونجد صعوبة في إيجادها. لكن بشكل عام الأطباء الصدرية والداخلية والمعنيين بهذا الأمر هم يحددون القائمة، ونحن نحاول أن نلبي جميعها يعني. حسنا، أهم تلك الصعوبات التي تعاني منها هيئة الصحة؟ طبيعي الصعوبات بالدرجة الأولى صعوبات مادية، مهم. وكذلك الأمر صعوبات في عربات النقل، سيارات الإسعاف، مهم. آه، في بعض الأجهزة تخص مراكز العزل، في بعض المنافس، مثلا الكادر الطبي البشري في نقص. نحتاج إلى تدريب وإلى مثل ما يقول لا زلنا حديثين في هذا المجال. ما هو المطلوب بشأن حماية كافة المكونات في مناطق الإدارة الذاتية للتصدي لوباء كورونا؟ هلا كافة المكونات مهم. سؤال ملغوم يعني. هو الكورونا لا يعرف المكونات. هو نحن بدورنا طبيعي شعبنا في كل المنطقة مهم. نحاول أن يتجنبون هذا الوباء. وكما قلت لك يعني أهم الإجراءات التي يتخذونها، وهذه توصية مني شخصيا يعني، الالتزام بالكمامة وغسل اليدين والتباعد هو أهم شيء يتجنبك هذا المرض. مع تسجيل هيئة الصحة لأعداد الإصابات بالفيروس في مناطق شمال وشرق سوريا والتي تتزايد، هل يمكن القول بأننا أمام مشكلة كبيرة في مواجهة كورونا؟ لا نستطيع القول نحن أمام مشكلة كبيرة، ولكن التزايد هو تقريبا ثابت يعني خلال هذه المرحلة، مرحلة التعايش مع الوباء. الأعداد تقريبا كما هي يوميا يعني. لكن إذا قسنا هذا شيء بالنسبة للستاندرات العالمية، إذا عندنا 2000 إصابة، هذا يعني هناك 20,000 إصابة. هذا رقم مخيف نعم. كما ذكرت لك يعني. ولكن هكذا الاستندرات العالمية يعني. هناك كثير من الحالات في المنازل، هناك كثير من الحالات كما ذكرتي أنه نتائجه كان كذا وهو مصاب. نعم. فهناك حالات الشباب، خاصة مجتمعنا مجتمع الفتي، ليس كالقارة العجوز يعني. صحيح. أعتقد أعمار من السنة لل15 سنة يشكلون حوالي 60% نسبة السكان في مناطق الشرق الأوسط بشكل عام وشمال سوريا بشكل خاص يعني. فالمجتمع الفتي يعني لا يصاب كثيرا مثل المسنين يعني. الناس لا تكترث بالإجراءات الوقائية، والأسواق مكتظة وغالبيتهم بدون كمامات أو حتى تباعد للاحتراز من الإصابة بالفيروس. ما مدى
خطورة ذلك على انتشار الوباء في المنطقة؟ طبيعي. هذا الذهنية، هذه الذهنية الفردية مهم. اللي يفكر فيها الشعب طبعا سيكون له وبال كثير علينا. يعني مهم. إرادتنا بنت لحظتها تنتهي بانتهاء اللحظة. المشكلة عندما ناخذ قرار، ولما يكون في خوف، ولما يكون في إجراءات وفي نوع من السلطة المشددة، العالم تلتزم. لكن مهم. عندما نكتفي بالإجراءات والإرشادات، فمثلا في هذه المرحلة تقريبا إذا قلت لك 21 ألف بريشور تم توزيعه. مهم. لكن رغم ذلك الالتزام ضعيف، والعالم تلتهي بأمورها اليومية وكأنه شيئا لم يكن. مهم. هناك منظمات دولية مدنية داعمة في كافة المجالات تعمل في مناطق الإدارة الذاتية. هل هناك أي تنسيق أو تقديم أي نوع مساعدة طبية لهيئة الصحة للتصدي للوباء؟ يعني نوعا ما مثلا منظمة انديكا مثلا قدمت في مجال الصرف الصحي. مهم. منظمة CR مهم. قدمت كمان أيضا في هذا المجال، يعني في مركز القامشلي وفي مركز المالكية وفي مركز الحسكة قدموا لنا بعض المساعدات، لكن ليس بالشكل الكافي. في السياق ذاته، وأخيرا هناك أيضا قوى سياسية وعسكرية عظمى، أمريكا وروسيا، تعملان في مناطق الإدارة الذاتية. هل هناك أي تنسيق بشأن تقديم المساعدات لكم؟ في هذا المجال بالنسبة للروس، مهم. الروس زاروا مراكزنا، مراكز العزل، مهم. ورأوا بأم عينهم ما هو كيفية العمل والنقص، مهم. وتحدثنا ولمرتين متتاليتين يعني وأوعدونا بتقديم ما يمكن مساعدته، ولكن إلى الآن لم نرى شيئا. أما بالنسبة لأمريكا، يعني هناك منظمات تختص بالتنمية، وفي هذا المجال مجال كورونا نحن موعودين في المرحلة القادمة على أساس أن نتعاون في هذا المجال. أستاذ محمد عبد العزيز خلف، نائب الرئيس المشترك لهيئة الصحة في إقليم الجزيرة، أشكر حضورك معي في الاستوديو. ومستمعينا ومتابعينا، وصلنا لختام الفقرة الحوارية ضمن برنامج عطر الصباح. نتابع 11 نشرة الأخبار باللغة العربية، وبعد الفاصل نكمل فقرات عطر الصباح. ابقوا معنا. هذه الفقرة برعاية منظمة شار للتنمية ضمن نشاطات مشروع شيان.